اهلا بيك عزيزي الاهلاوي في قناه ايمن الشويط على يوتيوب. معانا ومعاكم النهارده اله التطبيل في قناه الزمالك، دراع سياده المستشار مرتضى منصور المعرض رقم 1 في قناه الزمالك، الست الرداحه الملقب بكريم ابو حسين. كريم ابو حسين ده المطبلاتي رقم 6 في سلسله حلقاتنا على الطبالين بتوع قناه الزمالك. كريم ابو حسين ده عدى كل الحدود، ده حرفيا بيعدي كل الحدود، يعني هو ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا علشان يكسب رضا مرتضى منصور. كريم ابو حسين ده شغال او نظام شغله ايه بقى؟ اللي هو ايه زيهم والمنافس واللي عندنا مش عند غيرنا والناحيه التانيه وهناك، وجو التلقيح بتاع النسوان ده. عارف انت الست الرداحه؟ كريم ابو حسين ده حرفيا عامل زي الست الرداحه كده. كريم ابو حسين ده من حوالي سنه كان الزمالك تقريبا راح يلعب كاس السوبر في الامارات، فراح هناك عرض على او كان عايز يشتغل في قناه تبع الامارات وطردوه، وجه مرتضى منصور عرف ان هو عمل كده وفضل معاقبه ومنعه من الظهور على قناه الزمالك حوالي اكتر من شهر، لغايه اما راح باس ايدين مرتضى منصور ورجله علشان يرجع مذيع تاني وضيف على قناه الزمالك. كريم ابو حسين ده ممكن يفرط في نفسه وفي شرفه وفي اي حاجه مقابل ارضاء مرتضى منصور. امبارح طالع كل كلمه يقولها بيلقح على النادي الاهلي، لا وكمان بيقول لك امبارح لازم اداره الاهلي او المنافس او الناحيه الثانيه يتعلموا فن الاداره من مرتضى منصور اللي هو تقريبا هيمسحهم من على الخريطه. يعني مرتضى منصور ده ما دمرش الزمالك، لا هو تقريبا مسح الزمالك من على الخريطه. تمام. كريم ابو حسين باشا بقى عايز الكابتن محمود الخطيب يروح يتعلم فن الاداره من مرتضى منصور. والله مجنان زي ما انا بقول لك كده. كريم ابو حسين ده اللي بيعمله على قناه الزمالك، وممكن يبيع اي حاجه مقابل ان هو يكسب رضا مرتضى منصور. يا اخي يخرب بيت الفلوس اللي ممكن تخلي الواحد او توصل الواحد لكده. في نهايه الفيديو يا عزيزي الاهلاوي ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم.